رجعنا ليكم مشاهدينا، والحقيقه مؤخرا بنسمع كتير كلمه الادويه الغير موصوفه. احنا كمواطنين عاديين بنحتاج بشكل مستمر للادويه والعلاجات، وبنلجا في مننا بيلجا للصيدلي مباشره، وفي اللي بيذهب للصيدليه بناء على روشته الطبيب. يعني في حالة عدم فهم، يا ترى ايه الموضوع، يا ترى ايه الاخبار. فاحنا بيسعدنا يكون معانا النهارده دكتور احمد الجويلي، دكتور وصيدلي ومحاضر، وبرحب بيك معانا يا دكتور احمد. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. وعايزين نعرف يعني ايه الادويه غير موصوفه، هذا اللفظ يعني ايه؟ تمام. طيب، زي ما بنحب نبدا كلامنا دايما بنحب نقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هو الموضوع اوسع من كده شويه. نعم. هو في مجال داخل الصيدله اسمه الاو تي سي او الاوفر ذا كاونتر دراجز، اللي هي الادويه اللا وصفيه او الادويه الغير موصوفه، او اللي زي ما بتقولي كده بالظبط المريض بيخش الصيدليه عاوز ان هو ياخد علاج من غير ما يكون معاه روشته، من غير ما يكون جاي من عند طبيب. صحيح. طيب، دلوقتي الصيدلي دوره انه يكون عارف حاجه عن كل حاجه. نعم. يعني مش عارف في تخصص معين وخلاص. اي نعم، في حاليا دلوقتي سبيشاليتي او تخصصات داخل مجال الصيدله نفسه، ولكن انا بتكلم على الكوميونتي فارماسي او الصيدله المجتمعيه. نعم. اللي هو قاعد في الصيدليه، المفروض المريض يجي له بيساله عندي كذا، عنده نعم. حاله معينه بيشتكي منها. نعم. طيب، هل دور الصيدلي بس، عشان نوسع المدارك شويه، هل دور الصيدلي بس ان هو ياخد بعضه ويروح على الرف ويجيب دراج او يجيب علاج ويديه للمريض وخلاص؟ لا، الموضوع اوسع من كده بكتير. الموضوع عايزه الاول قاعده زي 5 دقائق يسال فيها اسئله بسيطه جدا، ممكن بعدها يا اما فعلا يدي علاج، يا اما يقول للمريض على فكره انت حلك مش عندي، انت حلك انك تروح للدكتور الفلاني صاحب التخصص الفلاني. نعم. اللي ممكن يكون المريض ما بيفكرش فيه اصلا. تمام. مثلا تكون ودنه بتوجعه، من مجرد ما هو المريض يقول للصيدلي 3-4 اسئله او اجابات 3-4 اسئله الصيدلي يسالهم له، يكتشف في الاخر ان المريض المفروض يروح لدكتور بطنه، مش دكتور انف واذن وحنجره خالص. نعم. تمام. واحد ركبته بتوجعه، المفروض برضو دكتور عظام على طول. نعم. مش كده؟ لا، ممكن في الاخر يكون عايز يروح لدكتور مخ واعصاب، او دكتور لا قدر الله امراض دم ومناعه، لو لا قدر الله عنده روماتويد او غيره. نعم. القصه دي كلها على بعضها المتخصص فيها هو الصيدلي. ايه بقى الادويه اللي بتطلع على حسب الحالات البسيطه، كويس، اللي هو ممكن يكون مثلا حد جاي عنده صداع مش مستمر، نديله اللي هو المسكن بتاعه ونقول له مثلا حبايتين في اليوم، كويس، ما تزيدوش عن كده. نعم. تمام. طيب، لو الموضوع متكرر في الحاله دي انا لازم اساله، لازم اخد بالي. انا كصيدلي قاعد في الصيدليه، المفروض ان انا بقى لي 10-15 يوم بشوفه كل يوم او يوم او يوم لا، بيجي لي داخل الصيدليه بالظبط ويقول لي انا عايز نفس الحبايه هي بتاعه الصداع. لازم اقلق. طب انت بتشتكي من الموضوع ده بقالك قد ايه؟ طب في اي اعراض ثانيه بتحس بيها؟ كويس، وهكذا لغايه لما في الاخر اوديه للدكتور الانسب اللي عنده ادوات ما هياش موجوده عندي، اللي عنده منظار، اللي عنده اشعه، اللي عنده تحاليل، او يقدر ان هو يقوم بالكلام ده او يوصي بيه. تمام. انا بالنسبه لي زي ما اتفقنا كده، يبقى عشان نلخص الاجابه على السؤال ده، دوري ان انا الاول اديله العلاج، او ان انا اوديه للدكتور المناسب علشان في الاخر هيرجع لي تاني. بالظبط، هيرجع لي تاني يصرفه من عندي ان شاء الله. طيب، هو احنا بنطرح هذه الموضوعات في ظل يعني ازمه حقيقيه في الفتره الاخيره بالنسبه للدواء. كتير مننا محتاج لدواء من نوع معين، بنروح ما نلاقيش الدواء. كتير من مصانع الادويه اللي كانت باسعار يعني رخيصه، صح كده، ب 2 جنيه و4 جنيه، وكانت في متناول الجميع، وخصوصا كمان ادويه الاطفال والحاجات يعني اللي كانت في ايد اي حد فينا ان هو يشتريها او عنده المقدره، اصبحت مش موجوده. ومصانع قالوا لنا اغلقت، وسعر الدولار في السماء، ففي ادويه ما تمش استيرادها حتى الان. يعني متاهه احنا كمواطنين عاديين بنحتاج لدواء علشان يسكن اوجاعنا والمنا. يعني مش عارفين نتصرف ازاي. قولوا لنا يا اهل الصيدله. ربنا يبارك فيك. طيب، الموضوع بسيط جدا ان شاء الله، ولكن محتاج اكثر من شق علشان برضه نتناوله. تمام. اتمنى الاول بس تكون اجابه السؤال الاول تكون مرضيه. نعم. يعني نعم. بالنسبه لاجابه السؤال ده، الموضوع مش متعلق بس بان الصيدليه بقى فيها او بقى عدد ادويه الاو تي سي او غير الاو تي سي كتير قوي 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 في مصر بالالافات وبيتضاعف كل يوم. لا، مش مرتبط بكده بس، مرتبط بان الصيدلي نفسه محتاج ان هو يكون بيكتسب ثقه المريض بتاعه. تمام.
ان المريض داخل بيثق في الصيدلي، بيثق فيه لعلمه والاخلاقه ولضميره. تمام؟ اول ما يثق فيه هيسلم له دماغه، هيسلم له نفسه. ما لقاش الدواء المعين ده اللي هو مثلا بيحتوي على ماده فعاله رانيتيدين للمعده مثلا، كويس؟ في 19 بديل للماده او للاسم التجاري الاول منه. تمام؟ طيب هياخد التاني. استاذنك بقى في النقطه دي بالذات، يعني احيانا بيبقى برضو الماده الفعاله، يعني معلش ما حدش يزعل، يعني في من الصيادله اللي ما عنديش العلاج اللي انت جاي بيه، أيوة. او اللي موجود في روشتتك، لكن عندي حاجه الماده الفعاله اقل، وده بيحصل، فبصرفوا لك واقول لك لا 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 مش هتلاقي، وده احسن والبديل بيحصل. ما خلينا طيب. واضحين برضه. جميل. اتمنى يعني انا سعيد انك سالتي السؤال ده بصراحه. طيب حلو. ببساطه الادويه اللي نزلت في السوق المصري مثلا الماده الفعاله نفسها رانيتيدين، في منها تركيزين بس 150 و300. نعم. وفي فوار 75 مللي. نعم. انا ما اقدرش اطلع رانيتيدين 150 بدل رانيتيدين 300. انا كده ابقى كده خليت بضمير المهنه او بضمير الصيدلي. تمام؟ لكن لما يكون في حاجه رانيتيدين 300 والاسم البديل بتاعها او الاسم العلمي او الاسم التجاري 300 برضه، نفس الماده الفعاله بنفس التركيز بنفس الاعراض الجانبيه بنفس كل حاجه. وزاره الصحه المصريه نفسها لما رخصتها ونزلتها في السوق كانت عشان كده. تمام؟ كان علشان في اكتر من شركه، ومستحيل ان مثلا يكون في شركه تنتج كل الادويه. تمام؟ نعم. هي دي كل الفكره. ده بقى اللي كنت حضرتك بتتكلمي عنه من شويه، ان في دواء مثلا منهم ب 10 جنيه، دواء تاني ب 6 جنيه ونص. نعم. اوكي؟ نعم. انا كصيدلي المفروض ان انا اراعي حاله المريض اللي قدامي كويس، بالذات لو كان اللي هو العلاج ابو 10 جنيه اللي مكتوب في الروشته، او اللي هو اوريدي كان ماشي عليه من قبل كده هوت مش موجود. انا بكل بساطه اقول له واستغل ثقته فيا واقول له ان العلاج ده هو اللي انت كنت بتاخده قبل كده، ولكن باسم تجاري مختلف ونفس الاسم العلمي. بس يعني هو برضه حضرتك بتفترض انه نفس المريض بيروح نفس الصيدليه كل مره، وبالتالي في جسور من الثقه بينه وبين الصيدلي وبيسمع له. لا مش بيحصل كتير، يعني احنا عايزين دواء فاحنا ماشيين لقينا صيدليه ندخل نشتري، وانا ما اعرفش الناس اللي جوه مثلا. يعني احكي لك حدوته صغيره في دقيقه ونص. نعم. تمام. علشان بس اوصل ولو ان يعني عايزه اقول لك كلنا محتاجين دلوقتي، القدره الشرائيه انخفضت ما شاء الله ومحدش قادر يشتري، فلازم نروح للدكتور الصيدلي الثقه عشان يديها لنا بالتقسيط. عايزه اقول لك يعني لا مش لازم عشان الفلوس. حتى لو كان في مقدره ماديه. نعم. في حاله لواحده كان عندها المفروض يعني حاجه و70 سنه، وكانت جلطه من 3 سنين. الكلام ده انا لسه قايله امبارح. بس عند واحد صيدلي اعرفه يعني، مش انا الحمد لله. نعم. وكانت بتاخد دواء اسمه العلمي وارفارين. كويس؟ الدواء ده مشهور بين الصيادله ان هو رعب، بيتعارض مع ادويه كتير جدا. نعم. خدت بعضها بعد فتره، بعد 3 سنين من الاصابه، وراحت رايحه علشان تكشف على عدوى في المسالك البوليه. طلع لها مضاد حيوي الماده الفعاله اللي فيه سلفاميثوكسازول وترايميثوبرين. الصيادله برضو يعرفوا ان بيتعارضوا مع بعض ويسببوا زياده سيوله الدم مما يؤدي الى الوفاه. طيب يا ساتر يا رب. استاذنك بس معانا استاذ محمد من هنا عشان بقاله فتره على التليفون. اتفضل. الو السلام عليكم استاذ محمد، معلش احنا مش سامعين كويس. اقول لك انا بكلمك من جنة يعني. اهلا وسهلا، اتفضل. والنبي مسي على الدكتور الكريم. اهلا وسهلا. في سؤال والنبي صغير كده. نعم. انا كنت يعني من حوالي بتاع 15 او 18 سنه. نعم. وكنت اخذ مضاد حيوي 500 بدون نعم. ذكر اسمه يعني. نعم. ماشي. فالدكتور يعني اللي عمل العمليه دي انا تجاوزت بتاع 55 57 علبه. ياه. والله. عامل عمليه وبعد كده العمليه ما نفعتش، رحت عملت عمليه ثانيه. يعني انا لا معلش مش سامعين بتاع 73 كيلو ونص كان وزني. تمام. نعم. انا كان اصبحت دلوقتي بتاع 57 او 56 كيلو. ايه اعمل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب انت كنت بتشتكي من ايه اساسا يا حاج؟ يعني كانت في عمليه بطر في الصابع. حضرتك عندك سكر؟ لا. طيب الحمد لله. حضرتك بترت الصوبع وبعد كده الدكتور كتب لك مضاد حيوي كام علبه؟ يعني فتره بتاع ما يقرب على 4 شهور ونص. 4 شهور ونص مضاد حيوي. نفس المضاد الحيوي ما اتغيرش؟ لا. في شيء. تمام. ما حاولتش تغير الدكتور؟
لا هو الدكتور نفسه قال لي لا ده امتنع خلاص، لغايه لما قال لي ايه ده انت جسمك مش منك. لا حول ولا قوه الا بالله. والله فانا حاليا انا سني 55 يعني الشباب الحمد لله. ربنا يديك الصحه طول العمر. الله يبارك فيك. فانا دلوقتي يعني ايه اعمل؟ طيب يعني حضرتك دلوقتي سؤالك تعمل ايه؟ يعني لسه مستمر في اخذ المضاد الحيوي؟ خلاص من حوالي 18 سنه كان وزني 75 كيلو 73 كيلو نعم. وهكذا كذا لغايه لما وصل 56 كيلو. لا حول ولا قوه الا بالله. بتخس. الف سلامه على حضرتك. الله يسلمك يا فندم. الله يسلمك. حاضر حاضر حاضر. نعم دكتور ايه طيب. ردك على مشكلتك؟ ببساطه خلينا نقول للحاج محمد ان حته ان المضاد الحيوي 500 دي خطا شائع، ان هو ممكن يكون بيهد او ممكن يكون كده قوي زياده. لا هو الموضوع ما بيعتمدش على التركيز على قد ما بيعتمد على الماده الفعاله نفسها. نعم تمام. نعم دي اول حاجه. تاني حاجه انه لانه برضو يعني دي معلومه يعني اسمح لي اكدها بس يا دكتور عشان ناس كتير قوي تقول له يعني توصف لحد لا انت بتاخد كل ده مضاد، احيانا بتبقى محتاج والجسم علشان يقدر يقاوم ان الحاله ما تتدهورش بتكون محتاج بالفعل للمضاد الحيوي. واحيانا مش 500 بس، في ناس بتاخد 1 جرام مش 500 مللي يعني ما تقلقش. زي ما اتفقنا بالظبط زي ما اتفقنا، هو الموضوع مش على حسب التركيز، على حسب الماده الفعاله. تمام اكتر يعني. طيب حاجه ثانيه ان اي نعم في بعض الحالات ممكن تطول انها تاخد مضاد حيوي فتره طويله. وفي نفس الوقت في حالات ثانيه ممكن تاخد المضاد الحيوي يومين 3 وخلاص. الكلام ده بيرجع للحاله ورؤيه الدكتور نفسه الطبيب نفسه. افضل شيء برضو لازم اقوله بخصوص او ثالث نقطه ان مش لازم المضاد الحيوي هو اللي يكون بياخده الحاج محمد دلوقتي، هو اللي يكون بيخسسه كويس. وممكن يكون هو مين بقى اللي يعرف الكلام ده؟ الطبيب والصيدلي. تمام. يلجأ لتخصص نفس الطبيب اللي كتب له العلاج المضاد الحيوي. ما يغيرش الدكتور قبل ما يروح للدكتور نفسه ويقول له انا دلوقتي خسيت. تمام. الخسسان ده ممكن يكون سببه المضاد الحيوي يا دكتور ولا لا؟ لو الدكتور ما ادالوش اجابه شافيه ينزل للصيدلي نفسه، ده علم او الصيدلي اللي عنده علم كويس. وبعد كده هو ممكن يغير الدكتور نفسه او الطبيب اللي كان بيمشي معاه. تمام. ده افضل شيء، لكن طبعا اسم الماده الفعاله نفسها مش عندنا فما نقدرش نحدد بالظبط. بس يعني برضو مهم قوي ان احنا نقول له انت محتاج تحاليل، تعمل تحاليل. يعني ما هو التحاليل عامل مهم جدا عشان تعرف بتخس ليه، وزنك بيقل ليه. طبعا وممكن الموضوع ما يكونش ليه علاقه بالعمليه اصلا زي ما حضرتك بتقولي. كويس. طيب نرجع بقى لقصه، نرجع للموضوع اللي كنا بنحكيه. نعم. حضرتك كنت بتقولي لي ان اللي بيحصل ان المريض بيخش اي صيدليه ويجيب منها العلاج اللي هو عاوزه بغض النظر هو بيروح لصيدليه معينه ولا لا. نعم. الحاله اللي بحكي لك عليها دي خدت علاجين. نعم. 2 اطباء كويس، ده كتب علاج وده كتب علاج تاني وبدون ما يعرف تاريخ الحاله. ايوه. نعم. تمام. نعم. ودي طبعا كانت مشكله. هنا بقى الصيدلي هو اللي عارف، هو الوحيد عارف تاريخ الحاله انها تتعاطى كذا مثلا او تاخد ده. الحاله دي للاسف ما اتهندلتش كويس او ما تمش التعامل معاها كويس. 3 ايام وسمعوا خبرها. كويس. كان ايه السبب؟ السبب ببساطه ان الماده دي تتعارض مع الماده دي تزود سيوله الدم وتسبب جلطه اشنع من الجلطه الاولانيه كانت بتعالج. تمام. وعشان كده انا دايما نصيحتي ان يبقى زي ما في لكل مريض طبيب واحد في تخصص معين يبقى لكل مريض صيدليه. كويس. يبقى عنده تاريخ العلاجات والادويه اللي بياخدها هذا المريض. نعم. وفي نفس الوقت ما يصرفش اي روشته غير لما يصرفها من الصيدلي نفسه اللي واقف اللي هو عارفه ولابس البلطو بتاعه، مش من الاسيستنت. ودي طبعا مجموعه مشاكل ثانيه. صحيح. صحيح. نعم. طيب يعني احنا برضو خلينا في ظل كل اللي بيحصل ده اتقدم يعني في اتجاه في مجلس الشورى مؤخرا. يعني عايزين نعرف ايه اللي بيفكر فيه مجلس الشورى حاليا وهيمسنا كمواطنين باي صوره. جميل. مجلس الشورى حاليا بيناقش مشروع يخص الادويه اللا وصفيه او الاو تي سي دراجز. نعم. تمام. ان هو يحاول يحط لها ليميت او تشريع كويس يخليه يشوف الصيدلي بيتحرك ازاي. خليني اقول لك يعني ايه، ما انا عايزه افهم يعني ايه بيتحرك ازاي. يعني امتى يوصف كويس وامتى يحول على الطبيب. تمام. يعني حد دخله في حاله معينه. بس يعني انا حاسه ان القانون ده يشبه الضبطيه القضائيه كده. لا يعني ما انا برضو معلش يعني اللي يخلي دلوقتي في الباطنه اصبح فيه تخصصات. مظبوط. فيعني احنا احوج ما نكون ان احنا يعني نلجا لطبيب الاول يشوف تحاليلي ويقول لي انت محتاجه كذا او كذا. تمام. وبعدين الجا للصيدلي اللي هو بيلعب دور مهم جدا طبعا
وزي ما قلنا بيبقى عارف تاريخ العلاجات اللي انا خدتها او تناولتها وايه يتعارض مع ايه. تمام. ده دور مهم، لكن يعني ما تشرعليش اني اروح مباشره للصيدلي وده ليجل وعادي وقانوني ده احنا عمالين نقول للناس يا جماعه مش كل واحد يتعب يروح منه لنفسه للصيدلي والصيدلي يوصف له. جميل. نعم. حضرتك ما تزعليش مني لان العكس هو الصحيح. نعم. انا لو قاعد في بيتي كويس ممكن ان انا لو مش صيدلي نعم. انزل الصيدليه انا بشتكي من حاجه معينه. نعم. تمام. ولتكن مثلا عندي وجع صداع مثلا. اوكي. انا لو عندي صداع او لو حضرتك لا قدر الله او اي حد تعرفيه عنده صداع نعم. هتروحي للدكتور مين؟ على حسب نعم. ايه؟ على حسب بقيه الاسئله اللي الصيدلي المفروض يسالها. حضرتك عندك عينك بتوجعك؟ مناخيرك فيها مشكله؟ في ضرس بيوجعك لا قدر الله؟ الصداع من امتى؟ في لا قدر الله قيء ولا لا؟ كويس؟ في اي حاجه ثانيه بتشتكي منها في جسمك ولا لا؟ اوكي؟ على حسب الكلام ده والله الصداع ممكن يكون مرض بحد ذاته وممكن يكون عرض لمرض. نعم. ممكن يكون لا قدر الله هو غالبا بيكون عرض لمشكله ثانيه. وفي اسباب مثلا الصداع النصفي. نعم. مرض بحد ذاته. تمام. في الحاله دي هيروح للطبيب اللي الصيدلي هيقول له عليه. ولو كانت الحاله في البدايه اساسا بقى لها يومين ثلاثه مثلا شخص صداع اوكي بقى له يوم اوكي ومفيش اي اعراض ثانيه جاي من اجهاد تمام فممكن ساعتها ممكن تتاخد الحبايه مثلا المسكنه على معده مليانه وفي الحاله ديت خلاص الحمد لله والشكر للمريض هيخف. لو لا قدر الله ما نفعش ساعتها هيروح للدكتور المناسب اللي الصيدلي هو اللي هيقول له. هي دي الفكره. على حسب بقى الصيدلي عنده علم ولا ما عندوش علم. كويس؟ وده اللي احنا دايما بنطور بيه. بالمناسبه التشريع اللي احنا بنتكلم عليه بخصوص اللي حضرتك بتتكلمي عنه مجلس الشورى. نعم مجلس الشورى. حتى لو اتعمل والصيدلي ما عندوش علم هيبقى غير ذي قيمه. لو الاسم العلمي اتطبق وده انا بنادي بيه، ملحوظه انا بنادي تطبيق الاسم العلمي. بس حتى لو اتطبق والصيدلي ما عندوش علم لا قدر الله الا من رحم ربي يعني ساعتها برضه هيكون غير ذي قيمه لان المريض هيقول له انا عايز الدواء ده بتاع الشركه دي لان الدكتور فوق بيقول لي انا عايز الدواء بتاع الشركه دي. نعم. لانه يعني غالبا بتبقى اختلافات الماده الفعاله زي ما قلنا من حاجه لحاجه او من برضه انا عايزه اقول يعني الصحه رخصت ان فيها 20 بديل يبقى المفروض ان ال 20 بديل كلهم متطابقين الماده الفعاله. نعم. طيب خلينا نقول برضو ايه اللي احنا ممكن يعني كمرضى ناخده واحنا يعني حاسين بامان شويه. اول حاجه او يعني الحاجات اللي نخليها ثوابت في البيت ادويه ونكون جبناها من الصيدلي الثقه يعني برضه عشان ما نزعلش حد عشان تريحي. لا هو الموضوع برضه خلينا نتفق ان كل دواء اي دواء بيبقى ليه اثار جانبيه. نعم. الميه نفسها الميه هي كويس لو زادت جرعتها عن حد معين بيكون ليها اثار جانبيه وممكن تسبب الوفاه. لو واحد شرب مثلا برميل ميه اوكي يموت اوكي. وعلى هذا الاساس المفروض ان اي حبايه وارجو ان انا ما اكونش كده ابقى بصدم يعني الساده المشاهدين ان كل حبايه بتتاخد داخل البيت او خارج البيت المفروض ان الصيدلي يكون على علم بيها. كويس؟ الصيدلي اللي عنده علم. هي دي الفكره. نحاول قدر الامكان ان احنا نستشير الصيدلي نفسه وندور عليه علشان نلاقي حد نثق فيه ويبقى هو ده صيدلي الاسره زي ما بيسموه. نعم. تمام؟ يعني يبقى عنده كمان التاريخ العائلي كله يعني عارف. طب يعني بلاش عشان والدك بياخد دواء ضغط فقد يكون عندك ضغط ولا حاجه بعد الشر يعني يسين او صاد يعني من البشر. طبعا احنا يعني بنتمنى الشفاء للجميع وربنا يسلم الجميع يا رب ويديم الصحه والعافيه على كل الساده المواطنين. دكتور انا يعني كنت اتمنى ان وقت الهوا يبقى اكتر من كده لانه كان عندي اسئله كتير لكن سعدت بوجودك ونورتني وبشكرك حقيقي. الف شكر يا دكتور. خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون لينا لقاء آخر مع الصيدلة ودكتورة صيدلانية هتكون ضيفتي اللي تنورني بس هنتكلم معاها في جانب آخر خالص وهو أساليب العناية بالجلد وبالبشرة وإيه الحاجات اللي ممكن ألجأ لها وإيه الحاجات اللي أتعامل معاها. التقرير اللي جاي معانا من محافظة سوهاج مع الزميله ماجده شعيب وشيماء ابو اليزيد والتقرير مع عدد من المواطنين في محافظه سوهاج عن الشرطه وتفعيل دورها.